العسل المهيأ عن طريق السكر يستعمل عادة في تحضير وجبات شهر رمضان وخاصة الحلويات، إلا أن مكوناته قد تصبح مضرة أحيانا بصحة المستهلك. العسل الاصطناعي هو ماده يعني كتكون عاده من السكر، الا انه كنتخوفوا بعض الاخوان كيدخلوا فيها المواد ديال الشبه. لا، وهذه ماده كونسيروجين. في هذا الاطار يعني نواكبوا المراقبه باش نحسوا مع الاقل باش ما ينتجوش هذه المواد اللي كونسيروجين اللي يمكن تمد السلامه الصحيه ديال المواطن المغربي. بالموازاة مع ذلك يظل العسل الطبيعي من بين المنتجات الأكثر استهلاكا. التسويق ديالو مرتبط بشهر رمضان المبارك نظرا للقيمه الغذائيه العاليه اللي ترفع قدره الانسان باش يستمر نهار كامل في التعب، وهذا لان تحتوي على الانزيمات، تحتوي على ليزاسيدامين، تحتوي على عدد كبير من الفيتامين، وزائد السكريات الفركتوز اللي هو ما تيأثرش على صحه الانسان وتتهضم بواحد الطريقه سهله، ما تيطلبش اتعاب بحال السكر الاصطناعي في المعده. تسويق منتوجات تعاونية تربية النحل أصبح يخضع لمتطلبات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. شفنا العنوانة واش كاينه ولا لا طبقا المرسوم ديال 22 ابريل 2013 اللي كينص على الشروط اللي يجب توفرها في العنوانه ديال المواد الغذائيه المنتجات الغذائيه. كما شفنا كاين مكان الانتاج، كاين الماده الاصليه ديال العسل كما شفنا عسل الاوكاليبتوس وعسل الليمون، وكذلك كاين تاريخ الانتاج. إجراءات ومراقبة صحية ترم إذن الوصول إلى منتوج بمواصفات الجودة لحماية المستهلك.